السلام عليكم. بزاف منكم غادي تسال علاش ما بقاوش لي بيي او التذاكر ديال الماتش المنتخب مع اسبانيا. قانون الفيفا في بيع تذاكر كاس العالم خايب بزاف، حيتاش كتبيع تذاكر البطوله كامله قبل ما يبدا كاس العالم، ممكن تشري حتى تذكره المباراه النهائيه قبل ما تبدا البطوله. هذا الشيء كيخلي جماهير بحال المغرب ما تلقاش تذاكر ادوار متقدمه، الناس اللي تتشكى على ان عندها تذاكر مباراه المنتخب ديال المغربي ضد المنتخب الاسباني، والتيران غادي يكون عامر بالجمهور الاسباني، وان هناك تلاعب في بيع التذاكر. غير هو في الحقيقه والامانه هو باش نكونوا واضحين، الجمهور المغربي ما شراش تذاكر الدور الثاني، باش نكونوا واضحين مره اخرى هما شراو غير تذاكر الدور الاول فقط، حيتاش ظنوا ان المنتخب ما غيطولش في كاس العالم. التذاكر تباعت ديك الساعه لجمهور واحد اخر، ما كاين حتى شي سبب من غير ان الجمهور ما كانش كيثيق في المنتخب ديالو. والاغلبيه اللي شرات لي بيه ديال الدور الثاني هما البلجيكيين والكرواتيين، وما كاين حتى شي مغربي مقمر على الدور الثاني ديك الساعه. وهذا من جهه اخرى قطر كانت متخوفه بزاف من غياب الجمهور، داكشي علاش جابت جماهير من الهند وعطاتهم فلوس وليبي باش يشجعوا جميع الفرق بعد الدور الاول. وكاينين مصادر كتقول ان الهنود هما اللي كيتاجروا في السوق السوداء، حيت المشكله شراو اغلبيه التذاكر ديك الساعه، وقبل ما يبدا المونديال ب3 شهور جميع التذاكر تباعت. وكيبقى المشكل هو سولد اوت، العرض كثر من الطلب، وحتى الخليجيين طلعوا السوق على المغاربه في السوق السوداء، وحتى هما باغيين يتفرجوا في المنتخب المغربي. هذا ما كان حظ موفق للمنتخب ديالنا ان شاء الله.